تخيل إنك بتعمل اتفاق هيغير حياتك للأبد، وبمجرد ما تمضيه تلاقي الموت مستنيك على باب بيتك. ده بالظبط اللي حصل مع رجل أعمال وصل لمكان سري عشان يسلم معلومات خطيرة عن منظمة شغلتها الوحيدة هي الاغتيالات. بمجرد ما بيخرج من المكان بيحس إن في عيون بتراقبه، بيجري بسرعة ويقفل على نفسه باب عربيته، لكن قبل ما يلحق يتحرك بتظهر عربية تانية وتخبطه بعنف. بيحاول يهرب بأي طريقة وينجب حياته، لكن العربية التانية بتضربه ضربة قاضية وبتقع بيه عربيته من ارتفاع وبيموت في لحظتها. في مكان تاني خالص بنتعرف على ويل، مدرس إنجليزي، ومراته لورا. بقالهم فترة طويلة ما خرجوش، والنهاردة بيتعشوا بره ومبسوطين جدا. لورا بتشتغل عازفة مزيكا. في اللحظة دي ويل بيبص على شاشة التلفزيون وبيلمح خبر موت رجل الأعمال، لكنه ما بيديش للموضوع اهتمام كبير وبيرجع يرقص مع لورا. بنشوف كمان جيمي، أعز أصدقاء ويل، اللي جاي يسهر معاهم هو ومراته. كلهم بيرقصوا ومبسوطين وبيعيشوا لحظات هادية. بعد ما السهرة بتخلص لورا بتروح تدريب المزيكا بتاعها، وويل بيقعد مع جيمي يلعبوا شطرنج زي عادتهم دايما. لكن الهدوء ده ما بيدومش كتير. لورا وهي راجعة من التدريب بالليل بنلمح شخص غريب ماشي وراها، وفجأة بيطلع مسدس ويوجهه ناحيتها. لورا بتحاول تهرب بكل قوتها، لكنه بيبدأ يضربها بوحشية، بيسحبها لعربيته والضرب شغال بدون رحمة. بيفضل يضرب فيها لحد ما تقع على الأرض، وبعدها بيعتدي عليها. لو اندمجت في أحداث القصة ولسه مكمل معايا، أتمنى تدعم المجهود ده بلايك سريع واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. في نفس الوقت ويل بيخرج من مكانه وبيلاقي رسالة على تليفونه بتطلب منه يروح المستشفى فورا. بيجري على المستشفى وقلبه مقبوض. أول ما بيدخل الأوضة بيشوف حالة لورا بتكسر القلب، جسمها كله كدمات وشكلها كأنها بتاخد آخر أنفاسها وحالتها بتسوء. بيلاقي جيمي وصل المستشفى ومعاه بنت اسمها ترودي، بيحاولوا يهدوه ويطمنوه على قد ما يقدروا. جيمي بيقول له ما تقلقش، الشرطة هتوصل للي عمل كده في أسرع وقت. بعدها بيمشوا ويسيبوا ويل قاعد لوحده بره غرقان في حزنه وعجزه. وبعد شوية بيظهر راجل غريب اسمه سايمون وبيقعد ورا ويل، بيقول له إن اللي حصل للورا ده شيء بشع جدا. ويل بيبص له باستغراب ومش فاهم الراجل ده مين ولا عايز إيه. سايمون بيعرف نفسه وبيقول إن حصل معاه موقف مشابه من كام سنة، وبيفجر مفاجأة ويقول أنا عارف مين اللي عمل كده في لورا. بيقول له إن اسمه هاج، مجرم تقيل ومتعود يعمل الجرايم دي، ودايما بيعرف يهرب من القانون ويخرج من السجن. سايمون بيشرح لويل إنه قدامه طريقين: الطريق العادي إن الشرطة تقبض عليه ولورا تتبهدل في المحاكم رايح جاي، وفي النهاية هاج هيخرج منها زي الشعرة من العجين. لكن في طريق تاني. سايمون بيقول إنه شغال مع منظمة مهمتها الوحيدة هي عقاب المجرمين اللي من النوع ده. لو المنظمة دي عاقبت هاج مفيش حد هيتأذي غيره، ولورا مش هتحتاج تعتب باب محكمة. ويل بيسمع الكلام ده وبيسأله والمقابل ايه؟ سايمون بيرد ببرود ان مفيش مقابل دلوقتي، لكن لو احتاجوه في المستقبل لازم ينفذ اللي هيطلبوه منه بالحرف. ويل بيبقى مش مستوعب الكلام بالكامل ومتردد، لكنه بيفتكر شكل لورا وهي بين الحياة والموت وبيوافق وهو في قمة غضبه. سايمون بيطلب منه طلب غريب عشان يختموا الاتفاق. بيقول له يروح يشتري 2 شوكولاتة من ماكينة البيع اللي في المستشفى وبكده يكون الاتفاق تم. ويل بيروح للماكينة وهو بياخد الشوكولاتة بيلاحظ ان في ناس تانية موجودة في المكان غير سايمون، وبيكتشف ان كل ده بيحصل قدامهم وتحت عينيهم، وبكده الاتفاق بيكون اتنفذ رسميا. بالليل بنشوف المجرم هاج وهو راجع بيته، وفجأة بيدخل عليه راجل تاني باين عليه الرعب وماسك في ايده مسدس. هاج بيحاول يقاومه ويضربه لكنه ما بيقدرش عليه، وفي النهاية الراجل بيضرب النار على هاج وبيقتله. وبنلمح في المشهد ان هاج كان محتفظ بعقد لورا اللي اتسرق منها. تاني يوم بيوصل راجل لمكتب ويل، بيعرف نفسه انه من شركة التأمين وبيديله ظرف ويمشي. ويل بيفتح الظرف بسرعة وبيلاقي جواه عقد لورا ومعاه صورة لجثة هاج بعد ما اتقتل. ويل بيروح فورا للورا ويبلغها ان الكابوس انتهى وان الراجل اللي اذاها مات. بيوريها الصورة والعقد. لورا اول ما بتسمع الكلام ده بتحس براحة كبيرة وان حقها رجع. بعد فترة لورا بتخرج من المستشفى وبيرجعوا بيتهم. ويل بيوعدها انه هيحميها بعمره ومش هيسيبها لوحدها تاني ابدا،
لكن الخوف لسه مسيطر على لورا. بتطلب منه يغير كل كوالين البيت، أبواب وشبابيك، وويل بينفذ ده فورا. الأيام بتمر ببطء، لكن الحادثة البشعة محفورة في ذاكرتهم، و6 شهور بيعدوا كأنهم سنين. في يوم لورا بتقول لويل إنها قررت تشتري مسدس تخليه معاها عشان تحس بالأمان. ويل بيرفض الفكرة وبيحذرها إن السلاح شيء خطير جدا، لكن لورا بتصمم على رأيها وبتبدأ تاخد دروس في الرماية وتتعلم إزاي تستخدم السلاح، وبتشتري كمان سبراي فلفل ما بيفارقش شنطتها. ويل بيفضل دايما عينه عليها وبيحميها. لكن في يوم التليفون بيرن وبيكون المتصل هو سايمون، بيطلب يقابل ويل في مكان معين. أول ما بيوصل سايمون بيطلب منه يشتري علبتين لبان من محل ويخرج من الباب الخلفي. بمجرد ما بيخرج بيلاقي عربية سايمون مستنياه، بيركب معاه وسايمون بيديله ظرف وبيحدد له عنوان. بيطلب منه يبعت الظرف ده بالبريد بكرة بالظبط الساعة 4:15 العصر. ويل بيوافق بدون نقاش. تاني يوم ويل بيوصل للمكان في الميعاد، تليفونه بيرن وسايمون بيأمره ما يبعتش الظرف ويفتحه بدل كده. ويل بيفتحه وبيلاقي جواه صورة لراجل وصور لعيلة الراجل ده بالكامل. بيسأل سايمون ايه معنى الصور دي. سايمون بيقول له ان الراجل ده جاي هو وعيلته حديقة الحيوان اللي ويل واقف قدامها دلوقتي، وبيطلب منه يراقبهم ويبلغوا بتحركاتهم. ويل بيبقى مش فاهم ايه الهدف من كل ده، بس بيبدأ يمشي ورا العيلة، بيشوفهم كلهم بس ما بيتعرفش على اي حد فيهم. بيبلغ سايمون باللي شافه وبيمشي من المكان. بعدها بفترة ويل بيدخل فصله بيلاقي رقم تليفون مكتوب على السبورة. في اللحظة دي بيفهم ان دي رسالة من سايمون، بيتصل بيه وبيخرج بسرعة من المدرسة. بيلاقي سايمون مستنيه بره. ويل بينفجر فيه ويقول له انت بتعمل ايه؟ انا مش هعمل لك اي حاجة تاني، انت دمرت حياتي الخاصة ودخلت مدرستي وبتكتب لي على السبورة. سايمون بيرد بنبرة هادية بس مرعبة، اوعى تنسى وعدك، انت وعدتني ان وقت ما عاوزك هتشتغل لحسابي ومش هقدر امنع. ويل بيقف ساكت ومش قادر ينطق حرف، وسايمون بيمشي ويسيبه. الوقت بيمر وبيظهر راجل تاني لويل بيديله ظرف وبيجري بسرعة كأنه خايف من حاجة. ويل بيفتح الظرف وبيلاقي جواه ملف كامل عن الراجل اللي راقبه في حديقة الحيوان، وبيكتشف ان الراجل ده مجرم له سوابق. سايمون بيكلمه وبيصدمه بالطلب الجديد، لازم تقتل الراجل ده. ويل بيتصدم وبيسأله ازاي يطلب منه حاجة زي كده. بيبرر له ان الراجل ده مش بريء وان دي طريقة المنظمة في عقاب المجرمين، وبيطمنه ان مفيش مخلوق هيعرف باللي حصل. بيشرح له الخطة، الراجل ده دايما بيمشي على كوبري معين، هتركب اتوبيس وتنزل له هناك، واول ما يقرب منك زقه من على الكوبري هيقع ويموت والموضوع يخلص. لكن ويل بيرفض بشكل قاطع وبيقول له مستحيل اعمل كده. ويل بيرجع بيته وهو في قمة التوتر. لورا بتلاحظ ان في حاجة غلط وان ويل شايل هم تقيل. بتحاول تتكلم معاه وتفهم ماله، بس بيكذب عليها ويقول لها ان كل حاجة تمام ومفيش اي مشاكل. الصبح وهو نازل المدرسة بيتفاجئ ان كاوتش عربيته متقطع، بيضطر يركب الاتوبيس عشان يلحق شغله. الاتوبيس بيوصل لنفس الكوبري اللي سايمون حدده في الخطة. ويل بيفتكر كلامه وانه المفروض ينزل هنا عشان ينفذ الجريمة، لكن ضميره بيمنعه يقتل روح حتى لو كان مجرم. بيتجاهل اوامر سايمون تماما وبيفضل في الاتوبيس لحد ما يوصل مدرسته. لكن الهروب مش بالسهولة دي، وهو خارج من المدرسة بيلاقي سايمون واقف مستنيه. سايمون بيسأله بغضب بتعمل كده ليه؟ بتتجاهلنا ليه وما نفذتش المطلوب؟ ويل بيرد بقوة انا مش قاتل ومش هقتل حد عشانكم ابدا. سايمون بيفكروا بالاتفاق الصارم اللي بينهم، بس ويل بيصمم على موقفه وبيحذره انه يبطل يمشيه وراه وبيديله ظهره ويمشي. بالليل ويل بياخد لورا يتعشوا بره عشان يغيروا جو، وفجأة بيظهر سايمون في نفس المطعم. ويل بيترعب اول ما بيشوفه، لكن سايمون بيمثل بكل هدوء انه صاحب قديم لويل وبيبدأ يتكلم معاهم عادي جدا. لكن ويل ما بيقدرش يتحمل وجوده اكتر من كده، بيختلق اي عذر وبياخد لورا ويرجعوا البيت. واول ما ويل بيدخل المطبخ بيلمح حروف مغناطيس متجمعة على التلاجة بتشكل كلمة اختار. بيفك الحروف بسرعة من رعبته وبيبدأ يلف في البيت يدور لو في حد جوه، بس ما بيلاقيش حد. بيجري على الجراج بره وبيتصل برقم سايمون اللي على الكارت. الصدمة ان المكالمة بتتحول لدار جنازات. ويل بيسيب رسالة صوتية بيهدد فيها سايمون انه يبعد عن عيلته والا النهاية مش هتعجبه، وبيرجع تاني على البيت وهو بيغلي من القلق. بس اول ما بيوصل بيلاقي باب البيت مفتوح على اخره، مع انه متأكد انه قفله كويس. بيدخل وهو مرعوب على لورا، بس بيلاقيها واقفة بأمان
وما فيهاش حاجة. لورا كانت فاكرة إن ويل جوه البيت وما تعرفش إنه نزل. ويل بيفتش البيت كله تاني وبرضه مفيش أثر لأي حد، لكن لما عينه بتيجي على التلاجة بيلاقي الحروف رجعت اتجمعت تاني وكونت نفس الكلمة اختار. في اللحظة دي الرعب بيتملك من ويل بالكامل. بيفهم إن رجالة سايمون يقدروا يدخلوا بيته في أي لحظة ويأذوا لورا بمنتهى السهولة، وبيدرك كمان إن الراجل اللي سايمون عايز يقتله ممكن أي حد تاني في المنظمة يخلصه في أي وقت. عشان ينقذ الموقف المرعب ده ويل بيركب الأتوبيس تاني يوم ويروح لنفس الكوبري. بيبدأ يمشي عليه وبيلمح الراجل اللي المفروض يقتله. بيقرب منه عشان يشرح له المصيبة اللي هو فيها ويحذره، لكن الراجل ده كان بطبيعته شكاك ومرعوب. بيفتكر إن ويل جاي يخلص عليه، وبدون تفكير بيرفع عجلته وبيرميها على ويل. ويل بيتفادى الضربة بصعوبة وبيحاول يتكلم معاه، لكن من كتر الرعب والتوتر اللي الراجل فيه بيفقد توازنه وبيقع من على سور الكوبري. بينزل يترزع في الأرض ويموت في لحظتها. ويل بيقف مصدوم ومرعوب من الحادثة البشعة دي. بيهرب من المكان بسرعة وبيركب أتوبيس تاني وبيمشي كأن مفيش حاجة حصلت. أول ما بيوصل مدرسته بيجيله مكالمة من سايمون بيكلمه بنبرة كلها انتصار وبيبارك له على الشغل النظيف اللي عمله، وبيقول له إن الاتفاق اللي بينهم انتهى للأبد وإنه دلوقتي حر تماما. لكن إحساس الذنب كان بياكل في روح ويل بعد موت الراجل بالغلط. وهو قاعد في المدرسة بيشوف عيلين بيتخانقوا، بيروح يفك بينهم، بس واحد من العيال كان عنيد وعدواني جدا. ويل أعصابه بتفلت وبيفقد السيطرة على نفسه وبيضرب الواد، وبسبب الكارثة دي بيتحول لمكتب المدير اللي بيطلع هو أعز أصحابه جيمي بيوبخه بشدة على ضربه الطالب وبيقول له إن دي توديه في داهية، لكن عشان هم صحاب بيكتفي بإنه يوقفوا عن العمل كام أسبوع بدل ما يبلغ الشرطة. جيمي بيستدعي لورا للمدرسة وبتيجي وهي في قمة غضبها وصدمتها. بتسأله بانهيار انت ايه اللي بيحصل لك؟ انا ما بقتش فهماك. وبتكشف له كارثة تانية انها لقت عقدها المسروق مخبي في تابلوه عربيته. بتسأله بدموع انت بتعمل ايه يا ويل ومتورط في ايه بالظبط؟ وبتلف وتديله ظهرها وتمشي وهي محبطة تماما. وبعد دقايق بيوصلوا ظابطين للمدرسة وبياخدوا ويل على الاسم، وهناك بيبدأ التحقيق وبيكشفوا له ان الراجل اللي مات على الكوبري اسمه ألان. بيسألوه عن علاقته بموت ألان، بس ويل بيكذب ويقول ما يعرفش هم بيتكلموا عن مين. الشرطة بتواجهه بأدلة قاطعة وبيوروا له تفريغ كاميرات المراقبة للكوبري. الضابط بيقول له احنا شايفينك رايح لنفس النقطة اللي كان فيها ألان، وبعدها بشوية جثته ظهرت تحت، وكمان الكاميرات لقطتك وانت راجع بتجري لوحدك وألان مرجعش. والغريب ان في حد طفى الكاميرات في اللحظة الحاسمة دي عشان يغطي على اللي حصل في النقطة العامية. الضابط بيضغط عليه ويقول له احنا متأكدين انك قتلته، قول لنا الأسباب. واللي بيرفض يتكلم بأي كلمة وبيطلب المحامي بتاعه. المحققين بيقولوا له ان انكاره مش هيفيده وبيسيبوا الأوضة ويخرجوا. بره أوضة التحقيق في قيادة شرطية كبيرة بتقرب من المحققين، بيقول لهم ان مفيش دليل مادي قوي ضده، وان الكوبري ده مكان عام واي حد يقدر يمشي عليه، وان محاميه هيقدر يطلعه منها بسهولة ومش هيقدروا يحبسوه قانونيا، وبيطلب يدخل يتكلم معاه لوحده. الضابط الكبير ده بيدخل لويل وبيبدأ يسأله أسئلة غريبة ومريبة جدا. ويل بيبقى قاعد مش فاهم يرد يقول ايه، ولا الضابط ده بيتصرف كده ليه. وفجأة الضابط بيفك كلابش ويل وبيوشوش له في ودانه اهرب بره المدينة قبل ما رجالة سايمون يوصلوا لك. اللحظة دي الرؤية بتوضح قدام ويل وبيكتشف ان الضابط الكبير ده شغال لحساب سايمون في السر. ويل بيخرج من الاسم وبيلاقي نفسه في الشارع حر من تاني. في نفس الوقت لورا بتحاول تتصل بيه بس تليفونه كانت صادر في الاسم. ويل بيضطر يستخدم تليفون عمومي وبيكلم ترودي يسيب معاها رسالة بيطلب منها تبلغ لورا انه هيجيلها بكرة مكان البروفات بتاعها عشان يشوفها. لورا بتبقى هتموت من القلق عليه. تاني يوم ويل بيقابل لورا في السر في مكان البروفات، وهناك بيقرر يعترف لها بكل الحقيقة من أولها لآخرها. لورا بتجمع كل الفلوس الكاش اللي معاها وبتديهولها عشان يقدر يهرب ويعيش، وبتسلحه كمان بالمسدس اللي جابته عشان تحمي نفسها. وفجأة ويل بيلمح عربيات الشرطة محاوطة المبنى بتدور عليه، فبيبدأ رحلة الهروب من جديد. دلوقتي ويل متأكد إن السر كله عند ألان اللي مات. بيدور على أي كمبيوتر عشان يجمع معلومات عنه، وبيكتشف إن ألان ده كان صحفي استقائي وشغال على قضية رأي عام كبيرة. ويل بيربط الخيوط ببعضها وبيفهم إن سايمون كان عايز يقتل ألان عشان بيفضح حقيقته. وفي عز ما هو بيكتشف الحقيقة بيلمح رجالة سايمون داخلين المبنى، بيجري بأقصى سرعة ورجالة سايمون وراه بيطاردوه، وسايمون نفسه كان بيقود المطاردة، لكن بعد مطاردة حبست الأنفاس ويل بيقدر يغفلهم ويستخبى تحت كوبري. على الجانب التاني من المدينة لورا وهي طالعة من البروفا بيقرب لها راجل غريب بيطلع لها شارة شرطة وبيقول لها إنه محقق. بيقول لها أنا متأكد إن ويل بريء ومعايا الدليل، لو عايزة تنقذيه اركبي معايا فورا. لورا من كتر قلقها على ويل بتوافق وبتركب معاه من غير تفكير، وهم في الطريق بتلاحظ إن كلامه متناقض ومريب وبتفهم إنه كذاب ومن رجالة سايمون. بدون تردد بتطلع سبراي الفلفل
فلفل وترشه في وشه وبتنط من العربية وتهرب لمكان أمان. في الوقت ده ويل كان بيسابق الزمن عشان يجمع أي دليل ضد المنظمة. بيقتحم مكتب ألان السري وبيفتش في ملفاته المخفية وبيكتشف كنز من المعلومات، وبيلاحظ إن في فواتير كتيرة جدا من بنزينة معينة، وده معناه إن ألان كان بيتردد لها باستمرار. ويل بيروح البنزينة دي وبيرشي العامل اللي هناك عشان يتكلم عن تحركات ألان. العامل بيشاور له على مخزن متأجر في المكان. ويل بيكسر قفل المخزن وبيدخل وبيلاقي جواه مركب كبير ألان كان مخبيه. بيفتش المركب حتة حتة لحد ما بيلاقي CD متخبي عليه كل الأدلة اللي ادين سايمون وبياخده فورا. في نفس اللحظة دي عربية الجرايد بتنزل النسخ الجديدة في البنزينة، وعلى الغلاف صورة ويل متصدرة الأخبار كمجرم هارب مطلوب في قضية قتل. عامل البنزينة بيشوف الصورة وبيعرف هو ساعد مين بالظبط. وأول ما ويل بيخرج من المخزن بيسمع سيرينات البوليس والعربيات محاوطة المكان. بيطلع يجري على رجله في الشوارع والشرطة بتطارده من كل اتجاه. بيعمل المستحيل عشان يضللهم، بس الشرطة سد عليه كل الطرق لدرجة إنه في لحظة بيخبط في عربية شرطة بوشه، بس بيقوم بسرعة ويكمل جري ويختفي من قدامهم. بعد ما بيوصل لمخبأ أمان بيشغل الCD على أي كمبيوتر وبيتفاجئ بفيديو بيظهر فيه رجل الأعمال اللي اتقتل في أول القصة خالص. الفيديو عبارة عن لقاء صحفي ألان كان بيسجله معاه، ورجل الأعمال بيعترف فيه بكل تفاصيل منظمة سايمون السرية. ويل بيفتح ملف تاني وبيشوف لقطات متصورة بكاميرا خفية لسايمون وهو بيتكلم بود مع جيمي. اللحظة دي بتنزل زي الصاعقة على ويل، بيحس بغدر وخيانة ملهاش وصف من أعز أصحابه. بيركب عربيته ويطير على بيت جيمي، بيواجهه وبيرفع المسدس في وشه، بيطلب منه ينطق ويقول إيه علاقته بسايمون. جيمي بينهار وبيعترف لما أخويا مات لجأت لمنظمة سايمون عشان انتقم، ومن ساعتها وانا متورط معاهم. وبيقول له انا اللي حاولت اساعدك وانا اللي كلمت الضابط الفاسد عشان يخرجك من الاسم. ويل بيموس قمة غضبه وبيهدده بالقتل لو ما قالوش على الاسم الحقيقي لسايمون. وبعد ما بياخد منه المعلومة بيسيب البيت وينزل لعربيته، وفجأة بيطلع له راجل ما تعرفوش بيحاول يقتله وبيصرخ فيه انت مجرم ولازم تموت. ويل بيشتبك معاه وبياخد منه السلاح بالقوة. في لحظتها بيفهم اللعبة الدنيئة اللي سايمون عاملها. سايمون وزع ملفات مضروبة على الناس اللي في شبكته مقنعهم ان ويل مجرم خطر عشان يغتالوه، والراجل الغلبان ده مجرد ضحية تانية في شبكة سايمون بيسدد دين قديم. ولما ويل بيرفع عليه السلاح الراجل بيترجاه يسيبه يعيش. ويل بيعفي عنه وبيديله ظهره ويسيبه يمشي. ويل بيتصل بسايمون وهو في قمة الثقة وبيقول له انا عرفت ان اسمك الحقيقي يوجين كوك وانك رجل اعمال تقيل، وبيبعت له مقاطع من الادله اللي لقاها في الCD وبيحط قدامه شروطه. انا ممكن اسلم كل ده للشرطه بس انا مش عايز اضيع عمري في المحاكم، لو اديتني دليل قاطع يبرئني هسلمك النسخه الاصليه من كل الادله دي. سايمون بيلاقي نفسه متزنق وبيوافق على الصفقه وبيحدد لويل عنوان عشان يتقابلوا فيه. في الوقت ده بنشوف جيمي بيقدر يوصل لمكان لورا، بس للاسف كان معاه رجاله سايمون المسلحين وبيقدروا يخطفوها. ويل بيوصل لمكان التسليم عشان يواجه سايمون وجها لوجه، لكن سايمون بيلعب باسلوب قذر وبيوريه صوره لايف للورا وهي متكتفه. بيقول له ببرود مراتك تحت رحمتي ودلوقتي هتنفذ اللي هقولك عليه بالحرف. سايمون بيجبر ويل يروح معاه لمول مهجور. جوه المول رجاله سايمون بيجيبوا لورا وجيمي ماشي جنبها. سايمون بياخد الCD من ايد ويل وبعد ما ضمن انه مسك الادله كلها بيدي اوامره لرجالته انهم يخلصوا على ويل ولورا. لكن فجاه جيمي بيلف سلاحه ويبدا يضرب نار على رجاله سايمون. بيصرخ في سايمون ويقول له انا ما دخلتش معاكم عشان اقتل ناس بريئه ومش هقف اتفرج عليك وانت بتقتل اعز اصحابي. وبتبدا معركه ضرب نار عنيفه جدا جوه المول المهجور، وفي وسط الفوضى دي سايمون بيضرب جيمي بالنار وبيوقعه. اول ما بيشوف صاحبه بيقع بينقض على سايمون زي الاسد الجريح وبتبدا بينهم خناقه مميته وضرب متبادل بدون رحمه. المعركه بالطول بس سايمون كان بنيانه اقوى وبيقدر يتفوق على ويل ويوقعه على الارض. بيسحب مسدسه عشان يكتب النهايه ويقتل ويل، بس قبل ما يدوس على الزناد بتطلع رصاصه من العدم. لورا هي اللي بتضرب سايمون بالنار عشان هي كانت بتتدرب على الرمايه بقالها فتره، ايدها ما اتهزتش وتصويبها كان مثالي. سايمون بيقع على الارض جثه هامده. ويل ولورا بيقفوا على حيلهم وبيبداوا يخرجوا من المكان. في اللحظه دي الضابط الفاسد بيوصل لمسرح الجريمه بيوقفهم ويطمنهم محدش هيقدر يوجه لكم اي اتهام، انا هنظف المكان وهظبط مسرح الجريمه بالملي. القصه الرسميه هتبقى ان سايمون وجيمي اختلفوا وقتلوا بعض وويل بيلف عشان يمشي. الضابط بيندهله ويعرض عليه عرض اخير بيقول له ايه رايك تشتغل معانا قاتل محترف بشكل دائم في المنظمه؟ ويل بيرفض العرض بقرف واشمئزاز وبياخد مراته ويمشي. بعد فتره بتنزل اخبار رسميه على التلفزيون بتدرئه ويل تماما من جريمه قتل ألان. الراي العام كله بيعرف الحقيقه واسمه بينضف من اي تهمه. بعدها ويل بيقابل زميل ألان في الجريده واللي المفروض انه محل ثقه، بيديله نسخه تانية من الCD وبيطلب منه ينشر القصه ويكمل تحقيق ألان اللي بدأه. الصحفي بيوافق بحماس شديد وانه هيفضح المنظمه دي، بس وهو بيلف عشان يخرج من المكتب ويل بيلمح دليل صغير بيكشف له حقيقه مرعبه. الصحفي ده كمان عضو سري في منظمه سايمون. الكارثه ان المنظمه
منظمة متغلغلة في كل مكان، وشبكتهم دي ملهاش نهاية ومستحيلة التدمير. وعلى الصدمة السوداء دي أحداث فيلمنا بتخلص. أصدقائي، رحلتنا النهاردة خلصت. يا ترى لو كنت مكان ويل كنت هتوافق على عرض سايمون في الأول؟ شاركوني رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الملخص ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناة. شكرا ليكم وأشوفكم في فيلم جديد.